ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة نحل بها العقد ويفرج بها الكروب يا رب العالمين. يا مساء السكر ومساء الياسمين. قلت اخدكم معانا النهارده في اول فلوج في بيت طمطم. كنا نازلين نخرج سليم كده ونفسحه ونغير جو. الجو الصراحة كان في البيت حر قوي، فقلنا ننزل كده نتفسح ونغير جو بدل قعدة البيت والحر اللي احنا فيها. فخدناه ورحنا مكان كده في الفيوم، اسمه السواقي. يعني هو ده ميدان عندنا عادي، بس هم عاملين فيه كافتريات، يعني هم لسه بيظبطوه. كافتريات بقى وصالة ألعاب وكده. احنا يعني في الفيوم اللي عارف هو مفيش أماكن كتير أوي خروج، مفيش غير هو المكان ده. وفي مول بقى كده لسه فاتح برضه جديد، هابقى أصور لكم فيه مرة. برضه في صالة ألعاب. معظم الحاجات الباقية يعني مش أوي، يعني مش الخروج، يعني الخروج في الفيوم عموما قليل. مش متاح ان انت تخرج في اي وقت، يعني احنا حتى الفيوم كلها ما فيهاش غير قاعة سينما واحدة بس. فعلى قد ما بنقدر ان احنا بننزل نبقى مكان قريب مننا ونتفسح، يعني هي فيها معالم وفيها اماكن بس بعيدة، لكن الفيوم نفسها كفسح لا قليلة. بس خدناه بقى ورحنا اتفسحنا، راح لعب الصراحة، مش هو بس كلنا لعبنا. يعني هو حتى اللعبة دي كنت انا المفروض بلعبها انا وبابا، بس هو طمع بقى وقال لي لا انا هلعب انا وبابا. انا لعبت اللي هي السلة دي، ولعبت اكتر من لعبة الصراحة، وهو كمان اتبسط قوي ولعب العاب كتيرة. حتى هي اللعبة دي المفروض اصلا بتاع الكبار، يعني هو ملوش ان هو يلعبها. هي دي اللي هي النضارة اللي هو اللي بيشغلوها دي، وهو والمفروض ان المكان ده بيتحرك فيه وهو واقف بيلعب. بس هو سليم اعتبرها مرجحة ويلا مرجحوني، ان هو لحد حتى مع عمه جه عشان يهاوده. قالوا خلاص الوقت بتاعك خلص يلا انزل. ان هو كان متحكم، لا انا هلعبها يعني هلعبها، يعني المهم احنا بناخده على قد عقله وما بنزعلوش، يعني احنا مخرجينه فمش عايزين نزعله. ده بقى القطر، دي اللعبة الأساسية بتاعتنا. اي مكان هنروح وفي العاب احنا لازم نركب القطر اول حاجه. راح ركب القطر، ومش اي عربيه، احنا لازم العربيه اللي فيها دركسيون يا جماعه، مش اي عربيه. ما ينفعش كده نركب، احنا مش ناس قليلين في الدنيا. بس المهم سيبناه بقى قاعد بيلعب شويه، وانا ومحمد قعدنا على جنب بقى نحكي كده في اماكن كده بنقعد عليها لحد ما هو ما يخلص. بقى كل ما يقرب مننا كده بالقطر نهزر معاه ونعم، بس احنا قاعدين بنحكي شويه. الصراحه ما كانش هو بس اللي محتاج يغير جو، كلنا كنا محتاجين نغير جو يعني. الدنيا مضغوطه على الناس كلها، فما الواحد ما بيصدق ان هو يخرج يتفسح. يعني هنا انا ومحمد بنتصور بنوريكم ان احنا قاعدين على جنب مستنيين استاذ سليم يخلص لعبه. بس المهم ان احنا لعبنا. بصوا انا هنا بقى بوريكم السواقي دي، السواقي اللي هي مش الاساسيه، مش اللي هو السبع سواقي، يعني دول مش من السبعه. دول 3 سواقي هما يعني في الميدان في الفيوم نفسها، كرمز يعني للفيوم، لكن مش دي السبع سواقي اللي هما المعروفين معروف بيها الفيوم، لا. ده مكان كده هم عاملينه زي ميدان ومظبطينه، هما لسه الصراحه بيجددوا فيه، التجديدات بتاعته حلوه قوي. الناحيه التانية بقى دي كلها كافتريات. هنا بقى ده مطعم. احنا كنا ماشيين، محدش يقول لي انتي دخلتي ليه، بس يعني انا مش ما بحبش الاكل ده، لا بحبه. وبحبه جدا من ايد ماما، تسلم ايديها بتعمله حلو قوي، ومن ايد طنط، من ايد شيف سوسو طبعا، من ايد شيماء اختي. يعني هو في اكتر من حد باكل منه، بس مش اي حد، يعني مش اي حد ممكن اكل منه الاكل ده. بس هو الصراحه المطعم شدني، يعني محمد قعد يقول لي لا تعالي نخش نجرب ومش عارفه ايه. هو شكلا وحش، بس يعني الاكل كان حلو وعجبني قوي. بصوا هنا سليم كان كل ما الكاميرا تيجي عليه يروح احدف لكم بوسه، كل ما الكاميرا تيجي عليه يحدف لكم بوسه. هنا بقى الاكل بدأ ينزل. اهو ده الطبق بتاعي وده الطبق بتاع محمد، طبعا هم خلصوا والله يا جماعه، الطبق ما كملناهوش. كنا طالبين معاه الطبق كمان كبده، عشان سليم اللي هو كبده مرده ما المهم ان هو كلنا الصراحه وكان حلو. وقلنا بقى نروح نقعد كده على ترعه بحر يوسف، وايه ونختمها بكوبايه شاي حلو، كوبايه شاي بقى بالنعناع. وطلبنا الستيم ايس كريم، وقعدنا الصراحه بصوا ازازنا كميه لب رهيبه. والحمد لله اليوم كان حلو يعني. اي نعم كلنا ايس كريم، استاذ سليم كل ايس كريم وقلبت معانا بنزله يعني وتعبان لحد دلوقتي، بس الحمد لله كان يوم حلو، وكان اتبسطنا وغيرنا جو كلنا. هنا بقى حبيت اخد لكم لقطه كده وهم قاعدين بقى بيحكوا مع بعض وقاعدين منسجمين قوي. هما الاتنين عليا، يعني هما الاتنين مش عاجبهم من اللي انا بقوله او مش عاجبهم اللي انا بعمله. المهم ان هو محمد مجاريه الصراحه في الكلام، وعمال ياخد ويدي معاه، ومحسسه ان هو راجل كبير كده قاعد معاه. هما الحمد لله علاقتهم حلوه ببعض جدا، ويعني سليم متعلق قوي بمحمد. ربنا يخليهم لبعض يا رب، وما يحرمهمش من بعض ابدا، ويخليهم ليا هما الاتنين.
بس كده بقى كان يومنا خلص. بصوا هو هنا بيزعقلي، بس كده بقى كان يومنا خلص. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وكومنت حلو، وباي. سلام.